نشرة لأهم الأخبار أقدمها لكم أنا ديالا خلف من بريس 23. قال مسؤول كبير في المعارضة السورية أن النظام السوري يعمل على خرق الهدنة بسبب هجماته العسكرية، حيث أن الاتفاق يواجه الإلغاء الكامل بسبب النظام، حيث تعتبر الهدنة بداية محادثات السلام إذا نجحت. قالت وزارة الخارجية السورية أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يحاول إحباط الهدنة في البلاد التي توصلت إليها واشنطن وموسكو ودخلت حيز التنفيذ قبل أيام. وأضافت الوزارة أن ما يردده الجبير لا يعد كونه صدى لما يقوله سادته في إسرائيل وأمريكا. يذكر أن وزير الخارجية السعودي أكد أنه لا حل في سوريا إلا برحيل الأسد. قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست أن بلاده لا تزال ملتزمة بتطبيق اتفاق وقف العمليات القتالية في سوريا رغم وقوع بعض الانتهاكات، وذلك كان متوقعا. قال مسؤول عسكري تركي لرويترز مشترطا عدم نشر اسمه أن الجيش أطلق نحو 50 قذيفة مدفعية نحو 10 أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية داخل سوريا. وفي سياق متصل قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف إطلاق النار لا يشمل سوى ثلث سوريا، وأنه يأمل في توسيعه ليشمل سوريا بالكامل. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه لا توجد خطة بديلة لخفض تدفق اللاجئين، وأكدت تمسكها بسياسة الحدود المفتوحة. وناشدت ميركل مواطنيها التحلي بالصبر فيما يتعلق بأزمة اللاجئين، وأضافت أحيانا أشعر أيضا باليأس لأن بعض الأمور تسير أبطأ مما يجب. يذكر أن عدد اللاجئين بلغ أكثر من 1,000,000 لاجئ في العام الماضي في ألمانيا، ما أدى إلى دعوات من شتى الأطياف السياسية لتغيير أسلوب ميركل مع اللاجئين القادمين إلى أوروبا.